قاعة تضج بالتصفيق، الكنيسة تضج بالتصفيق. تحية للسيد الرئيس. أول مرة يعني على حد معلوماتي، هعمل سيرش كده واشوف لو كان أول مرة يعني يحضر رئيس مصري قداس عيد الميلاد. كل القساوسة والآباء يعني بيقبلوا السيد الرئيس وبيحيوه. مفاجأة الحقيقة، سارة جدا، تدخل بصراحة البهجة وبتغير يعني هو فعلا شباب عندنا عملوا سيرش، أول رئيس مصري يصل إلى قداس عيد الميلاد، يعني يشارك في قداس عيد الميلاد، يشارك في تهنئة الإخوة المسيحيين والشعب المصري كله. بصراحة يعني هذه الخطوة يعني أبهجتنا، احنا كنا برضو في أجواء حقيقة كده بوصول السيد الرئيس، يعني وصل منذ قليل من الكويت وهو في قداس عيد الميلاد. طب انا بس عايز اقول كلمه صغيره لكم يعني. اسمحوا لي ان انا من فضلكم يعني. طيب اصل كان ضروري ان انا اجي لكم عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وارجو ان انا ما كنتش قطعت عليكم الصلوات بتاعتكم يعني، رجاء يعني. وانا عايز اقول لكم على حاجه. مصر على مدى آلاف السنين علمت الإنسانية وعلمت الحضارة للعالم كله. وأنا عايز أقول لكم إن العالم دلوقتي منتظر من مصر برضو في الأيام اللي احنا فيها دي وفي الظروف اللي احنا فيها دي، إن وإحنا كمان بنحبكم. طبعا. أنا متشكر والله جدا جدا. مش عايز لحسن كده قداسة البابا هيزعل بصراحة. فخليني أقول لكم حاجة بس مهم جدا إن الدنيا تشوفنا. مهم جدا إن الدنيا تشوفنا المصريين. وأنتوا بتلاحظوا إن أنا ما بقولش أبدا غير كلمة المصريين. ما ينفعش حد يقول لحد غير كده. إحنا المصريين. ما حدش يقول انت مصري ايه، انت مصري ايه. لا، اسمعوا بس، اسمعوا من فضلكم. احنا بنتكلم كلام بنسطر للعالم دلوقتي معنى، بنفتح طاقة امل ونور حقيقية للناس. بقول مصر علمت على آلاف السنين الحضارة والإنسانية للعالم. والنهاردة احنا موجودين عشان نأكد ان احنا قادرين مرة تانية ان احنا نعلم الإنسانية ونعلم الحضارة مرة تانية تنطلق من مصر هنا. عشان كده ما ينفعش نقول غير ان احنا المصريين.
لازم نبقى المصريين بس. ايوه المصريين. ايوه ايد واحده. انا بس عايز اقول لكم ان احنا ان شاء الله هنبني بلدنا مع بعض، وهنساع بعض وهنحب بعض، وهنحب بعض كويس، وهنحب بعض بجد. هنحب بعض بجد عشان الناس تشوف. عموما انا عايز اقول لكم مرة تانية عام سعيد عليكم وعلى المصريين كلهم. وكل سنة وانتم طيبين جميعا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين قداسة البابا. متشكرين، وانا اسمحوا لي مش هضيع وقت اكتر من كده. كل سنة وانتم طيبين. عايزينك تقعد معانا. يغادر الآن السيد الرئيس بعد أن ألقى كلمة في قداس عيد الميلاد، وده يا جماعة بصراحة ما حصلش قبل كده، والناس سعداء سعادة بالغة. يعني يستكمل القداس. يعني كانت بادرة ولفتة طيبة جدا من السيد الرئيس. هذا أول رئيس مصري، أول رئيس يذهب ل يعني معايدة الأقباط في الكاتدرائية بقداس عيد الميلاد. ما حصلش. يعني عملنا سيرش كده، كان دايما كل اللي بالكتير كان أعلى حاجة بيرسل رئيس وزراء كبير يوران أمين عام الرئاسة، لكن لم يعني يحدث على الإطلاق أن كان هناك رئيس ذهب بنفسه إلى قداس عيد الميلاد. وده الحقيقة يعني أعتقد بابا توادرس بنفسه بيوصله إلى السيارة، والناس طبعا الناس تحاول تسلم عليه. لا أعتقد البابا موجود، وحد من القساوسة ذهب إلى يعني السلام على السيد الرئيس. ويعني كلنا مصريين نسطر للعالم معنى مهم، معنى أن الحضارة